طيب لو حد مثلا جايب جيد او امم مقبول، او مثلا اللي هو جي بي اي قليل، هل في تمام. طريقة او مسار ممكن ياخده يقدر ان هو يتعين بيه؟ بص، جيد تمام. يعني هتلاقي في بعض الجامعات، بالذات اللي هي مثلا نائية مكانها محدود شوية، كل الكلام ده مش هتبص قوي على حوار ان الجي بي اي بتاعك مثلا جيد جدا ولا جيد. امم. بالذات حاجة تانية بياخدوا بالهم منها جدا. هما بيخلوك لما تيجي تروح تعمل انترفيو او كده ان انت تكون محضر توبيك تتكلم عليه. امم. فدي حاجة أنا شفتها يعني واتعاملت معاها ذات نفسي، إن ممكن واحد والله جايب جيد بيعرف يوصل المعلومة أكتر من حد جايب امتياز. امم. أنا دي شفتها بعينيا. وده مهم، إن واحد بيبقى يعني بيعرف يوصل المعلومة. ممكن تبقى أنت شاطر جدا ومفيش زيك في المعلومات، بس أنت ما بتعرفش توصلها. إيه استفادتي في اللي أنت تشتغل معيد؟ امم. فاهمني؟ امم. فهم اوقات بيتنازلوا عن الحوار ده، بس برضه مش للدرجات دي، مش درجه مقبول يعني. فاهمني؟ امم. لان برضه ايه، يعني اقول لك حاجه، انت ممكن اثناء الدراسه يحصل لك دروب مثلا، لا قدر الله يحصل لك اي ظرف في اي حاجه من الحاجات ديت، فيقع منك ترم، يقع منك سنه. فاهمني؟ امم. فعادي ان انت مثلا تفلت فيأثر عليك فتجيب جيد. انما جايب مقبول ده معناه ان انت قاعد طول ال5 سنين مش بتعمل حاجه، صح. فمش اشتغل على نفسك. فبعيد عن اي حاجه بقى، انت اصلا مش تبقى مؤهل ان انت تعرف. ما معلش برضه بعد ما تتخرج ممكن تقعد تذاكر مع نفسك مش عارف ايه وبتاع، بس برضه في 5 سنين انت يعني ما عملتش فيهم حاجه خالص. امم. مش هتكون مؤهل قوي ان انت تعمل، مش بقلل منه، بس مش هتكون مؤهل قوي ان هو يشتغل معيد. فاهمني؟ امم. انما لا جيد، لا ممكن في جامعات بتفتح تقبل ناس جابت جيد. وشفت يعني شفت ناس اتقبلت وهي جيد، وعايز اقول لك ان هم ناس كويسه جدا بتشرح كويس جدا. فهي دي مش حاجه تقلق خالص يعني. امم. بس طيب كان في ناس بتسأل على موضوع الانترفيو، والموضوع ده بيتم ازاي او... بص، بتختلف